السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء ابو المجد. هنعمل النهارده ميني بيتزا الافران بطريقه سهله جدا وبسيطه، التكلفه بسيطه جدا جدا، هتديكي كميه كبيره قوي. طبعا احنا بنروح نشتريها من الافران، بتبقى الطبق كده فيه كام واحده صغيرين، ما يكفوش طفل صغير ومش مشبع ابدا. احنا نعملها بطريقه سهله جدا واقتصاديه جدا جدا. يلا مع بعض نشوف الطريقه. اول حاجه المكونات كده بتاعه العجينه، معايا نص كيلو من الدقيق، معايا زعتر حلبي او زعتر سوري، ممكن تستخدمي الزعتر العادي مفيش اي مشكله خالص، هتفركيه بين ايدك كده مفيش مشكله خالص. معايا نص معلقه صغيره من الثوم والبصل البودر، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من الزيت، ومعايا ميه دافيه للعجن. معلقه دقيق بقى كده هحط على طول نص معلقه صغيره من الملح، واحط كمان الخميره الفوريه، واحط الثوم والبصل البودر بيدوا تست حلو جدا للعجينه، واحط السكر والزعتر. ممكن تستغني عن الزعتر او ممكن مفيش مشكله خالص. في العجان بتاعي بقى كده على طول هبدا ان انا اقلب كل المكونات الجافه مع بعض، وابدا ان انا اضيف الميه الدافيه تدريجي زي ما انتم شايفين كده. كميه الميه انا ما اقدرش اقول لك هي قد ايه بالظبط، لان طبعا نوع الدقيق بيختلف. اخد معايا هنا كوبايه وربع من الميه، النص كيلو دقيق. حطيت كمان معلقتين الزيت، والعجان بدا يهجم بقى في العجينه اهو، اللهم بارك. بشوفها كده لقيتها طريه وبتلزق، وده اللي انا عايزاه. هسيبها بقى تتعجن كده حوالي 5 دقايق لحد ما تبقى معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا عايزاها عجينه طريه وتكون ناعمه وتكون بتلزق كمان. العجينه كل ما تكون معاكي طريه بتبقى البيتزا في منتهى الجمال. ماشي، هعملها كوره بقى بالشكل ده، واحطها كده في العجان، واحط عليها نقطه من الزيت بالشكل ده، وادهنها كده، واغطيها بقى بستريتش راب، وهسيبها تخمر. تاخد معاكي حوالي تلت ساعه او نص ساعه، مفيش مشكله، لحد ما نحضر الحشو. الحشوه معايا بقى هنا طاسه فيها زيت، معايا هنا بصل وطماطم وفلفل اخضر متقطعين مكعبات زي ما انتم شايفين كده. الطماطم انا شلت منها القشر وشلت كمان منها البذر، تمام، عشان ما يبقاش معانا سوائل. انا خدت بس لحم الطماطم مش اكتر من كده. هحط بقى شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الكمون، واحط شويه من ال11 بهار او 7 بهارات. هشوح فيهم بقى لحد ما كل المكونات دي تدبل معايا وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده هطفي النار، الحشوه جاهزه معانا. هضيف عليها بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا، ممكن تسيبيها لوحدها تحطيها على الوش مفيش مشكله خالص، بس انا بحب احطها مع الحشو. وهحط كمان شويه من الزيتون واقلبهم، وخلاص كده الحشوه جاهزه معانا. صلصه البيتزا بقى معايا اي نوع صلصه عندك مفيش مشكله خالص. حطيت عليه برده شويه من الزعتر، شويه من الملح، وشويه من الفلفل الاسود، وشويه من الثوم والبصل البودر. هقلبهم مع بعض وخلاص، برده كده الصلصه جاهزه معانا. ممكن تستخدمي صلصه، وممكن تستخدمي صلصه على كاتشب، ممكن تستخدمي باربيكيو صوص، اي حاجه مفيش مشكله. تمام، العجينه اللهم بارك معايا خمرت اهي وبقت تحفه بالشكل الجميل ده. هبدا ان انا اقطعها قطع صغيره قد الليمون، تمام، وطبعا الحجم زي ما انت حابه، حباها كبيره حباها صغيره، حباها صغيره خالص، ممكن تصغريها عن كده كمان مفيش اي مشكله خالص. هقطعها بالشكل ده واحطها في الصينيه بتاعتي دهناها دهنه من الزيت. هقطع بقى كل الكميه ويبقى معانا بالشكل ده. على قبل ما اقطع الكميه كلها تكون ارتاحت معايا، تتفرد معايا على طول بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، بتتفرد معانا بكل سهوله. تمام. بعد بقى ما افردهم كويس بالشكل ده بشوكه كده، هبدا ان انا اخرمها. الخطوه دي مهمه عشان البيتزا معانا ما تنفخش زي رغيف العيش. بعد كده هحط الصلصه الجميله اللي عملناها مع بعض. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وانزلوا اكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا استمر معاكم. هنا حطيت بقى كل الصلصه، هبدا ان انا احط شويه من الحشوه الجميله اللي عملناها. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها بجد في منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم جدا جدا، اقتصاديه، لا حطينا لحمه ولا حطينا فراخ ولا حطينا اي حاجه خالص. تمام. بعد كده بقى هبدا ان انا احط شرايح زيتون مخلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا برضو افرد بقى في الباقيين، وبعد كده احط صلصه، ولو مش عايزه تحط صلصه هتستخدمي باربيكيو صوص بيدي طعم حلو جدا. وكمان كان عندي كده شويه من البسطرمه قلت احطهم بالشكل ده. لو عندك فراخ، عندك لحمه، عندك تونه، عندك اي حاجه حابه تضيفيها مفيش اي مشكله خالص. تمام. هنا حطيت بقى البسطرمه، وبرضه هحط شويه من الخلطه. هخلص بقى كل الكمية، واللهم بارك، النص كيلو دقيق اداني 23 واحدة من الميني بيتزا. طبعا حجمها كبير غير اللي احنا بنشتريها خالص من الافران. هسيبها بقى لحد ما تخمر، وما تخمر معايا هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 او اعلى درجة حرارة، الرف الاوسط، مشغلة من تحت بس لحد ما تستوي معانا وتاخد لون كده جميل من تحت. شغلاها شوية تاخد لون وبس كده. شايفين بقى اللهم بارك جميلة ازاي؟ جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي آرائكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.